كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. النهاردة الفطار بتاعنا كان سمك. تعالوا نشوف عملناه ازاي. أول حاجة كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا جبت هنا سمك، بنقول عليه سمك روسي، سمك مكاريل. بصوا أنا مش عارفة انتوا كل واحد بقى والبلد بتاعه بيقول عليها ايه. أنا هنا قلت عليه سمك روسي لأن احنا بنقول عليه كده سمك متلج، سمك روسي. جبت الكيلو عمل معايا 4 حتات. بصوا انا فتحت سمكتين من الظهر، دول بقى ايه هشويهم في الفرن. وسمكتين نضفتهم عادي هقليهم، لانك انت طبعا يعني احنا في رمضان والاطفال وانتوا الكبار ما بياكلوش حاجات كميات كبيره، كل واحد بياكل كده حاجات على القد. فطبعا رمضان خيره كتير يا جماعه. بصوا بقى انا هنا جبت السمك ونضفته. انا بحب احط السمك في طبق زي ما انتوا شايفين كده، ما بحبش احط حاجه في الحوض رغم ان الحوض نضيف. وبحب انضف فيه زي كده. بصوا بقى هنا طبعا شلت العيون كنت نسيتها، وصفيت بقى الميه وغسلت بقى ايه الحاجه. بصوا انا عامه يعني الحاجه بتاعت الزفاره كده تغسليها اول باول على طول، او تنظيف فراخ اي حاجه ايا كانت، تخلي كده ايه مطبخك رايق كده وجميل وايه. مفيش بقى مواعين وسخه، مفيش الكلام ده. بصوا على طول كده على السريع على طول. طبعا بعد الفطار مفيش بقى نفس للمواعين ومفيش نفس لكل ده، فاول باول كده على طول. هنا بقى غسلت الطبق، نضفته اهم حاجه عشان ميبقاش ريحته فيه زفاره، وحطيت فيه ميه وملح وخل وليمون، واحط فيه كده ايه السمك. انتي بتنقعي السمك بخل وليمون وملح يا مزازو؟ انا بعمله كده على طول، مبيبقاش فيه ريحه اي زفاره. انا يعني يا جماعه النهارده قليت السمك وشويت سمك، ما كانش فيه اي ريحه في بيتي خالص، وكل اللي يدخل ولا اكني اصلا عامله سمك، ما بيبقاش فيه ريحه زفاره. هنا بقى ايه جبت الصفايه كده وغسلت بقى ايه اللي هتقولي لي ايه الحاجات دي، اقول لكم انا بقى بصل وطماطم وخضار وتوم وفلفل. طبعا انا ما عنديش جزر، ماشي، ما عنديش جزر، ما عنديش بتنجان، ما عنديش كوسه. كل الحاجات دي انا بحطها في الدقه بتاعه السمك اللي هو المشوي. انا هعمل سمك بيتزا في الصينيه يعني. كل الحاجات دي انا بحطها عليها. احنا بنحب ناكل الخلطه دي بصراحه من عليها، بتغني قوي عن حكايه السلطه كمان. بس طبعا احنا في رمضان لازم السلطه جنب السمك، والسمك المقلي برضو عايز سلطه، فبرضه هضطر ان انا اعمل سلطه. هنا بقى انا قطعت الحاجه كلها اللي انا غسلتها كده، قطعتها كلها. هعمل بقى عليها ايه. طبعا ايه انا، بصوا انتوا بتغسلوا الحاجه كده مره واتنين كده تحت الحنفيه وبتسيبوها ايه تصفى كده، وبتقطعوها بقى ماشي بقى. انتوا بتقطعوها طبعا بتجيبوا بقى ايه بهارات السمك. هنا كده كنت جايبه التوم بقى، دي هرست التوم يا جماعه اللي انا قلت لكم انا اول مره هستخدمها معاكم. انا مش عارفه بصراحه يعني هي، بصوا بصراحه انا شفتها كده واستخدمتها، قلت ايه وجع القلب ده. هي مريحه وموفره في الوقت وكل حاجه، بس ايه وجع القلب ده؟ انا متعوده كده على ان احط في الهون كده وادق كده يعني بايد الهون كده، انا متعوده على كده والله. الحاجات دي جديده عليا، بس يلا اديني جربتها مش مشكله. هنا بقى حطيت ايه شطه وكمون وكزبره، دي خلطه انا عاملاها، وبهارات سمك وليمون وشويه زيت. طبعا ايه انا عملتها. بصوا هنا بقى السمك انا كده ايه شطفت السمك، طلعته من الميه وشطفته وحطيته كده في الصفيه هيصفي الميه بتاعته. جبت بقى هنا ايه القالب بتاعي الصينيه. بصوا حطيت بقى ايه ورقه سلوفانه كده من الصينيه من تحت. بصوا بقى انا الاول كنت بحط ايه كل سمكه ايه لوحدها كده ايه في السلوفانه يعني لوحدها، واعملها رسمه السمكه. النهارده حطيتهم هما الاتنين، لان ايه يعني الصينيه صغيره ومش مستحقه يعني. عملتها. وطبعا ايه جبت مناديل المطبخ وتنشفي السمكية كويس قوي ما تخليش فيها اي ميه. رشيت عليها شويه ايه بهارات كده من بهارات السمك. طبعا هنزل بقى بالخليط اللي انا عملته دون. بصوا بقى انا لو انت عايزه تحطي من تحت السمكه حطي، انا بحب احط كله من فوق السمكه، لان احنا بنحب ناخد الخليط ده بناكله فوق الرز. والله العظيم يا جماعه جربوها جميله جدا. وهنا قفلت بقى ايه القالب كده هو بورقه سلوفانه، سبتها بالظبط اكتر من ساعه ونص. يعني انا كنت داخله المطبخ الساعه 2، سبتها من 2 ل3، 3 ونص، حطيتها في الفرن. سبتها انا تبلتها بقى وخلاص مش بيجرى ليها اي حاجه. هنا طبعا ايه قطعت السمكه وخليت بقى الايه الشوكه اللي هي فيها السلسله اللي هي الطويله دي. والله يا جماعه انا بصراحه انا وانا بعملها، انا كان ابو زيزو قاعد قصادي كان قاعد معايا في المطبخ وانا بعملها بصراحه بيسليني كده. فالمهم ايه وهو قاعد كده فانا عماله اقول له ده انا بشيلها على يعني على عيني كده. انا بصراحه بحبها، بتبقى ماسكه السمكه وبتبقى جميله قوي يعني، هي انا بحبها. فالمهم ايه بقى انا شلتها، خليت السمكه كده من الشوكه اللي هي في النص دي،
بصوا شلتها خالص ورحت بقى ايه مقطعاه كده ايه حتت صغيره. طب انتي سايبه الراس ليه يا مزيزو؟ انا بحب الراس بتاعت السمكه، بتبقى جميله. بتبقى جميله جدا، وبالاخص بقى لو معمول شوربه بقى بتبقى جميله جدا، وبتسمى بتعمل تيست عالي كده في الشوربه بتاعت السمك. هنا بقى جبت 2 بوله، وجبت الدقيق ده المبهر كان عندي، بس انا هزود عليه شويه بهارات سمك وبابريكا، والخلطه اللي انا عاملاها اللي هي شطه وكمون وكزبره. طبعا الكزبره زي ما انا قلت لك الكزبره بتبقى مطحونه، ما بتعمليش الكزبره كده وخلاص، لا لازم تكون مطحونه معاكي، بتبقى جميله تدي ريحه حلوه، وشويه كركم. هنا كان ايه الخليط بتاعنا. بصوا انا كده ايه، انا قلبت دي وحطيت شويه ميه كده في بوله، ودوبتهم بقى ايه كويس قوي. وهنا زودت شويه البهارات اللي انا قلت لكم عليها، وشويه ملح اهو. هنا بقى ايه جبت هنا شويه فيجيتار وقلبتهم كده ايه في الدقيق. طبعا الخليط اللي انا حطيت عليه شويه ميه ده، بصوا انا كده ايه خليته ايه حاجه سايبه كده. شفتي كده وانت بتعملي الفراخ البريستو، هي زي كده. بصوا بقى انا حطيت هنا السمكه، هسيبها شويه، انا سبتها بالظبط قيمه ايه 10 دقايق ربع ساعه يعني، هو اقل حاجه 10 دقايق، بس انا سبتها ربع ساعه. بصوا بقى بتطلعي من الخليط كده وتعملي في الدقيق، بصوا بيبقى المنظر بتاعها جميل جدا ومقرمش كده، وبتبقى جميله بصراحه في منتهى الجمال. بتقلي السمك بتاعك. بعدها انا هنا على فكره هنا كنت سبتها شويه، يعني انا كنت سبتها شويه ورجعت لكم تاني. سبتها شويه مع عمال بقى ما جهزت الحاجه ومش عارفه ايه، وعملت يعني كذا حاجه. بصوا هنا بقى ايه كده تبلت بقى السمك بتاعي الكميه بتاعتي كامله. كده بصوا وانتوا بتتفرجوا كده على الفيديو يا جماعه، اللي ما دست بقى، اللي ما اشتركش كده في القناه يدوس كده على كلمه اشتراك، ويدوس على كلمه الكل ويفعل الجرس، وعلشان يوصلوا كل جديد يا جماعه. وكل سنه وانتوا طيبين، وطول ما انتوا كده بتتفرجوا على الفيديو كده يعني سبحوا كده واستغفروا ربنا وبصوا يعني اهم حاجه كده، وزيدوا على النبي صلى كده عليه افضل الصلاه والسلام. واهم حاجه كده لو في اي تعليق اي حاجه كده مضايقاكوا اي حاجه اكتبوا لي في التعليق عادي، انا بتقبل اي تعليقات والله يا جماعه، وبقرا تعليقاتكم. اهم حاجه عندي بصوا الاراء بتاعتكم دي انا بحبها. اي حد حتى لو اي حد يعني كلمني وقال لي يا مزيزو انت غلطتي في كذا او عملتي كده مش عارفه عادي والله انا بتقبل اي حاجه. بصوا هنا بقى ايه غسلت المواعين زي ما انا قلت لكم كده، اهم حاجه المواعين اول باول، ما تسيبيش اي حاجه، يعني ايدك سريعه بقى كده في المواعين كده، ما مش مفيش حاجه هتقعد معاكي. بصوا انا في هنا حاجات كده على الحيطه، لا انا كنت غسلاها على فكره ومعلقاها في العلاقات بتتصفى. بصوا طبعا بقى ايه انا غسلت بقى المواعين، وهغسل بقى ايه هغسل برضو الرخام كده مطرح ما انا عملت، والبلانشة كده مطرح ما انا قطعت الحاجة كده عليها. والله يا جماعة طول ما انتي ايدك في الحاجة وبتغسلي كده اول باول كده على طول، ما فيش حاجة هتقف معاكي، والمطبخ مش هيبقى الدنيا خراب زي ما بيقولوا. فالحمد لله. بصوا والله بصوا كل حاجة سهلة وسريعة يا جماعة والله، بس احنا اللي بنصعب على نفسنا الحاجة. وطبعا الواحد بيبقى صايم فبتسلي نفسك احسن ما تيجي بقى بالليل بعد الفطار. صراحة بعد الفطار الواحد بيبقى قاعد مش قادر يعني بصراحة يقوم من مكانه، بس بصراحة يعني ايه كده اوفر واسهل. بصوا انا بصراحة يعني انا مش عارفة والله العظيم. بصوا انا البتاعة دي عصبتني النهاردة، اللي هي المساحة بتاعة الرخام، كلمة عصبتني دي شوية. اجيبها كده تجيلي كده، قلت لها انت ايه انا اعمل بايدي احسن يعني ولا ايه؟ يمكن عشان ما كنتش متعودة عليها، يلا مش مشكلة، بس يلا هتعود. بصوا هنا بقى ايه غسلت بقى هنا جبت الحاجة بقى بتاعته السلطة كده. طبعا انا كنت جهزت نوعين السمك معايا مجهزاهم وكل حاجة ماشي. طبعا انا هنا كده غسلت ايه الخضار. بصوا انا بس اقول لكم على حاجة، انا بصراحة كنت يعني افتكرت ان انا هطلع الصفاية اصفي فيها الحاجة معرفش، وانا قعدت كده افتكرت كام حاجة كده وقعدنا نرغي كده انا وبزيزو، نسيت خالص، نسيت ان انا احط الحاجة في صفاية، رحت جايه حطها على البلانشة كده وانا واقفة. انا مش عارفه انا نسيت ازاي او الكلام راح ولا ايه، انتي مش عارفه انتي يا ام زيزو انت رغايه قوي والله، رغايه وبتنسي الحاجه. يلا مش مشكله. بصوا حطوا لايك، اللي يسمع الفيديو يا جماعه يحط لايك 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 لايك. يلا بصوا بقى الطماطم، انا ما بحطش الطماطم بتاعت السلطه بالبذر بتاعها يا جماعه، انا بحب انضفها من البذر اللي جواها، ما بحبش احطها بالبذر بتاعها بتطرى، ما بتبقى طعمها مش حلو، وانا بصراحه اولادي ما تعودوش عليها ان هي يكون بالبذر بتاعها. انا بحبها كده يعني، انا بحبها كده اللحم بتاعها من بره، انما البذر اللي فيه ميه لا ما بحبهاش بصراحه. بصوا هنا بقى
هنا وقفت بقى كده ايه، قطعت بقى كده السلطة على طول، جهزت كده بقى معايا السلطة. اهم حاجة بصوا السلطة، انا بجهز السلطة بص يعني اهم حاجة عندي بمشي بالترتيب كده. يوم السمك اجهز السمك، بعد كده اعمل السلطة، اقوم احط الرز على البوتاجاز، اروح جايه داخلة على القلية على طول. انا ده الروتين بتاع السمك معايا، يعني ايه، معروف الترتيب بتاعه، معروف في كل بيت، يعني انا مش عندي انا بس. هنا بقى ايه كده انا عملت كده بعمل في الطماطم. وطبعا ايه كنت غاسله بقى الحاجه ومجهزاها. وكان في بقى كذا رأي دلوقتي، احنا عايزين رز ببصل، لا عايزين رز بشعرية، لا عايزين رز ابيض. طب خلاص ابو بصل تخليه بني، لا ابو بصل تخليه ابيض، لا ابو بصل تخليه اصفر. طهقوني جننوني النهارده، جننوني. قلت لهم انا مش هعمل سمك تاني. قلت لهم بقى كلكم اطلعوا كده بره، ماشي، وسيبوني انا يعني هفتكس كده كام افتكاسه كده، وايه واللي انا هعمله هتاكلوه، ما حدش يعني ما حدش يقول لي اعملي اي حاجه. بصوا طبعا انا كنت بله البلح. ابو زيزو بقى كنت قعدته قبلها بيوم كده كان سهران، قلت له وانت سهران كده فصص لي البلح، فصص البلح، تاني يوم بليناه على طول. بصوا هنا كده ايه قطعت كده الخيار، الخس والخضره. انا في الوقت ده يا جماعه انا صباعي اتقطع، بس الحمد لله يعني سيطرت على الموقف. اه والله الحمد لله. آه معرفش ازاي، انا بصراحة مش عارفة، او انا كنت عشان بتخانق معاهم ولا ايه، مش عارفة والله، انا مش عارفة، بس يلا يلا الحمد لله الحمد لله. اه بصوا كده انا كنت خلصت السلطة، جبت بقى الحلة. الطقم بقى طقم الحلل، اول مرة اطبخ في طقم الحلل النهاردة يا جدعان، والله اول مرة. وبصوا بجد انا فرحت. آم، لا استخدامه جميل جميل بجد. وبصوا وفر عليا وقت، يعني انا الاول كنت بغسل في الحلل الالمونيا بقى، لازم اطلع السواد منها، لازم مش عارفه ايه، مطرح بقى الطبيخ والكلام ده كله، لا حوار. بصوا بقى انا هنا ايه بطلي رغي مزوز شويه بقى، قولي انت عملتي ايه. انا عملت حطيت الزيت، ما حطيتش سمنه، حطيت زيت، حطيت نزلت كده بالبصله. بعد كده قعدت اقلب فيها، اصفرت معايا، نزلت بالرز، حطيت ايه نسبه بسيطه جدا من الكركم، ونسبه بسيطه من، وحطيت مرقايه وبهارات سمك. ما هو رز سمك لازم بهارات سمك. نزلت بقى ايه بالميه المغليه بقى كده عليه، وقلبته كويس لما يعني اتشوح جامد. بعد كده حطيت الميه المغليه عليه، نقلته بقى كده ايه على العين التانية. بصوا صباعي والله العظيم كنت رابطه صباعي، الف سلامه عليا. بصوا بقى حطيت هنا بقى ايه الطاسه، نزلت بالزيت، يا لهوي ازازه الزيت خلصت. بصوا بقى حطيت ازازه الزيت بقى، قصدي حطيت شويه زيت. بعد كده بقى ايه نزلت بقى ايه كده بالسمك. بصوا والله العظيم سمك، بصوا جامد فاخر من الاخر زي ما بيقولوا، جامد اخر حاجه زي ما بيقولوا. بصوا اقول لكم ايه تاني، أنا مش عارفه مش لاقي حاجه اقولها لكم. جميل جميل والله العظيم، جميل جميل جميل. تسلم ايديا يا انا. بصوا بقى حطيت بقى ايه كده الرصه التانية، حطيتها. بسم الله ما شاء الله عليه جميل جدا. وهو الرز، بصوا كنت معلقه صباعي ازاي، يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بصوا هنا بقى ايه كنت بقى اقلب كده في السمك، معرفش ايه اللي خلاني قلبت بالمعلقه دي، يلا مش مشكله الحمد لله. بصوا بقى هنا كنت قليته وخلصته قليه. خلصت بقى ايه القليه بتاعتي كده. طبعا بقى ايه هنا طبعا انا بحطه في مصفى، وبعد كده بحطه بقى في السلفيس. بصوا بقى هنا كان كده ايه كده كان الفينش الاخير بقى تقديم الاكل ده، البيتزا بعد ما استوت. وما تنسوش تعملوا لي احلى لايك واشتراك ليا لأم زيزو.